النتائج الأثرية تظهر أن الحياك من الحرف القديمة للشعب الطاجيكي. إن هذا الفن له تاريخ قديم، ويعتقد العلماء يعود تاريخها إلى 5000 سنة. أدلة دامغة على هذا هو اكتشاف عجلات الغزل والكشتبانة من سرازم والمواقع الأثرية الأخرى لعصر البرونز من حدود جمهورية طاجكستان. وبالإضافة إلى ذلك انعكس شعراء الشعر الكلاسيكي الطاجيكي عن مميزات الحياكة والفنون الأخرى، والشعب الطاجيكي لا يزال قائما حتى اليوم في حفاظ هذا الفن، ويستمر دائما في تطوره. من بين الحرف اليدوية المعروضة في المتحف الوطني تنعكس هذه الحرفة من خلال آلة الحياكة التقليدية، وبمساعدة هذا الجهاز ينسجون الحرفيون السجاجيد والأقمشة المختلفة مثل الأدرس والأتلس. هذا الجهاز ينقسم إلى أقسام أو يتكون من أجزاء مختلفة مثل القاعدة والمكب وعجلة الغزل أو دولاب النول وما يشبه ذلك. ينتمي هذا الجهاز إلى القرن 19 الميلادي. أعزائي المشاهدين، إذا كنتم ترغبون إلى معرفة المزيد عن هذا الجهاز والحرف اليدوية الشعبية المعروضة في المتحف الوطني للشعب الطاجيكي، فمرحبا بكم لزيارة المتحف الوطني.